سنة 1872 العالم جورج سميث بدأ يحاول يفكك شفرات اللغة السومرية، وقبل ما يكمل راح قدام الجمعية الملكية في لندن وقعد يصرخ ويقول أنا لقيت حكاية الطوفان الأصلية، قصة الطوفان العظيم بتاع سيدنا نوح اللي موجودة في القرآن والتوراة والإنجيل. بس بعد ما العلماء بدأوا يترجموا اللوح اللي موجود ضمن ألواح الطينية اللي لقوها، اكتشفوا إنها مش قصة الطوفان، واكتشفوا إنهم قدام موضوع تاني خالص. الحكاية هتبتدي دلوقتي. تفتكر ايه اللي ممكن يجمع بين افلام زي ويزر اوف اوز اللي نزل في اواخر الثلاثينات، وسلسله افلام ذا لورد اوف ذا رينجز، وفيلم اب الانيميشن اللي بتاع الاطفال ده، وفيلم لايف اوف باي بتاع الولد اللي لقى نفسه في عرض البحر مع نمر مفترس؟ فكر شويه. رغم الاختلاف الكبير بين كل الافلام دي، لكن كلهم مبنيين على تيمه مشهوره جدا في صناعه السينما. ازاي يعني؟ بص يا سيدي، في القرن التاسع عشر وبالتحديد في 1853 لقت بعثه تنقيب عن الاثار في جنوب العراق مجموعه من الألواح الطينية في مكتبة الملك أشور بني بال، مكتوبة من 4000 سنة على ألواح طينية مكتوبة باللغة الأكيدية والسومرية. السومريين دول كانوا أول حضارة متقدمة في بلاد ما بين النهرين، اخترعوا الكتابة المسمارية اللي هي أقدم شكل للكتابة عرفوا الإنسان. تخيل إن هم كانوا بيستخدموا الطين كأنه ورق وبيكتبوا عليه الحروف بعصاية مدببة، وبعد كده يستنوا لما الطين ينشف في الشمس أو يحطوه جوه فران وبيخبزوه عشان يطلع قوي وصلب ما يتكسرش. الألواح دي بقى فضلت مستنية تحت الأرض لغاية لما احنا لقيناها. الألواح بتقول إنه في شخص اسمه جلجمش، ده كان ملك لمدينة اسمها أور اللي هي بلاد ما بين النهرين العراق حاليا. بس مش أي ملك، الراجل ده على حسب اللي مكتوب جوه الألواح كان أسطورة، كان تلتين إله وتلت إنسان، كان ملك جبار قوته خارقة لدرجة إن الألواح كانت بتقول إنه كان بيبني أسوار المدينة بإيده، والأسود والنمور كانوا بيهربوا منه. بس كان عنده مشكلتين، مشكلة كل بني آدم على الكوكب إنه بيكبر وبيموت في الآخر، وإن المشكلة التانية هي إن قوته خلته طاغية، ظالم ومتكبر وبيستغل سلطته وقوته ومش فارق معاه أي حد، وبياخد أي حاجة هو عايزها سواء ممتلكات أو حرية الناس. طبعا الناس تعبت منه ومن ظلمه فقررت إنها تدعو الآلهة بقى لما شافت الظلم ده قالت لا يا عم كده كتير. وهنا بتيجي فكرة عبقرية من الآلهة، احنا مش هنحاربه، احنا هنبعت له واحد زيه. وقررت انها تبعت له واحد يوقفه عند حد، انكيدو. مين بقى انكيدو ده؟ ده راجل عايش في الغابة متربي مع الحيوانات. الآلهة كانت عايزاه يبقى الند الجلجماش اللي يوقف جنونه ويعدل كفته او يخليه يراجع نفسه او يموته. ايه بقى اللي حصل لما الاتنين اتقابلوا؟ الألواح بتقول ان الخناقة كانت أسطورية. اول لقاء ما بينهم كان اول سيناريو اكشن في التاريخ، واكشن مكلف كمان. جلجمش الملك الراجل المتغطرس بيواجه انكيدو الراجل البدائي اللي عايش في الغابة طول حياته. صراع ما بين اتنين جبابرة، المدينة كلها بتترج من قوتهم ومن الصراع اللي كان داير ما بينهم لمدة أيام. بعد ما الاتنين تعبوا من الصراع والخناقة انتهت، حصلت حاجة محدش كان يتوقعها. الاتنين بقوا أعز أصحاب. أعز أصحاب محمد حسن أعز أصحاب، أكن القوة اللي كانت هتخليهم أعداء جمعتهم. جلجمش وانكيدو بقوا فريق جامد، قرروا يثبتوا نفسهم للعالم ولا لنفسهم. عملوا مغامرات كتير قوي مع بعض. اشهر مغامره كانوا لما قرروا يروحوا غابه الارز. اشمعنى بقى غابه الارز؟ عشان كان فيها حارس مرعب اسمه حمبايا. حمبايا ده كان وحش. الالهه كانت مقرره ان حمبايا يفضل في الغابه دي عشان يحميها. جلجمش اللي كان طول عمره بيدور على التحديات والخلود قرر انه يقتله. هو وانكيدو كتف في كتف دخلوا الخناق وحاربوا حمبايا حرب شرسة، وفي الآخر بينتصروا عليه. بس هنا كان في مشكلة، لأن الآلهة زعلت من اللي حصل، وما وقفتش المشاكل لحد هنا بس. بعد الانتصار العظيم على وحش الغابة، جلجمش بقى مشهور أكتر، والإلهة عشتار حبت جلجمش. يوين فام فاتال ده تعبير فرنسي، ويا رب أكون قلته صح، وترجمته الحرفية هي المرأة القاتلة أو المرأة المهلكة. يعني بالعربي كده شخصية نسائية جذابة جدا وغامضة ومغرية، وبتستخدم ذكائها وسحرها ودهائها للإيقاع بالرجال، وغالبا ما بيكون آخرتها سواد على الرجال اللي بتقع في حبها، وغالبا ما بيكون هذه السيدة شريرة أو على الأقل غامضة أخلاقية. إحنا كرجالة بيبقى عندنا سؤال مهم جدا، مين اللي ابتدى الطريق العوج ده؟ الحقيقة إن أول واحدة تبقى الإلهة عشتار، أو زي ما السومريين كانوا بيسموها إينانا، إلهة الرغبة، الحب، الخصوبة والحرب والموت، وده على حسب الكلام اللي كان مكتوب على الألواح. المهم إن هم كانوا بيوصفوها وبيقولوا إنها كانت فتنة ماشية على الأرض، وسيف ما بيرجعش في مكانه، لازم يموت أو يسيب عاهة لشخص
طول عمره. لما كانت بتمشي في شوارع أورك الناس كانت بتسجد لها مش عشان بيعبدوها، ده كان من رهبتها وهيبتها. شعرها طويل اسود زي الليل وعليه تاج من الذهب مرصع بالنجوم، جسمها منحوت نحت كأن الجمال نفسه كان بيغير منها. صوتها رخيم، عارف بحة الصوت اللي كلنا كرجاله بنحبها دي؟ الملوك برضه كانوا بيحبوها، كانوا بيتمنوا نظرة منها مش حتى كلمة. وكانت لما بتحب ما بترحمش، حبتك هترفعك لفوق، كرهتك ترميك من السما على وشك. تخيل بقى عشتار دي بكل جمالها وصفاتها وسلطتها دي تنزل بنفسها وتقول لجلجماش أنا بحبك وهديك كل حاجة أنت تتمناها. بس جلجماش الوحيد اللي بصلها وقال لها لا، وبطريقة وقحة كمان. قال لها إنها بتحب الرجالة وبتسيبهم بعد كده في مصير أسود، وقعد يعدلها من حبايبها اللي فاتوا اللي انتهوا نهاية وحشة. يعني بالبلدي كده أنت مالكيش أمان. جلجماش كان أول راجل في التاريخ المكتوب على الأقل يقول لأكبر رموز الجمال والإغراء لا. عشتار طبعا اتغاظت جدا. أنا لسه قايل لكم تحبك ترفعك لفوق، تكرهك ترميك على وشك من السماء. بعتت السور السماوي يدمر المدينة كنوع من الانتقام. وزي كل مرة انكيدو وجلجماش بيحاربوا السور وبيدمروه زي كل مرة. بعد كل اللي حصل الآلهة قررت إنها تعاقبهم، بس المرة دي بطريقة مختلفة شوية. قرروا إن واحد منهم لازم يموت، ووقع الاختيار على انكيدو. وهنا بنشوف أكتر لحظة مأساوية في الملحمة. انكيدو تعب بمرض كبير وبدأ يشوف كوابيس عن العالم السفلي، وبعد فترة مات. جلجماش كان في حالة انهيار، لأول مرة بيواجه الحقيقة اللي كان هربان منها طول عمره. تخيل إن واحد كانت حياته كلها قايمة على القوة والسيطرة، فجأة بيشوف أقرب واحد ليه بيموت قدام عينيه. الموقف ده خلاه يشوف الحياة بشكل مختلف. بدل ما كان بيدور على القوة والسيطرة بقى بيدور على الخلود، بقى مرعوب من الموت. جلجماش بدأ يسأل نفسه هو أنا كمان هموت؟ لغاية لما ابتدى جلجماش رحلة البحث عن الخلود. الرحلة دي كان بيدور على شخص واحد بس اسمه أوتنابشتم. ده كان آخر شخص من اللي فضلوا عايشين بعد الطوفان العظيم. في الرحلة كان بيمر فيها على جبال الظلمة وبيحارب نمور وعقارب ضخمة، وبيعدي على بحر الموت اللي محدش يقدر يعديه غير بطريقة واحدة معينة. كل ده عشان إيه؟ عشان يهرب من شبح الموت اللي بيطارده في كل حته. لحد ما وصل لأوتنابشتم بدأ جلجماش يحكي له كل اللي حصل وعن خوفه من الموت، وطلب منه سر الخلود. رد على جلجماش وقال له حاجه مهمه جدا: يا جلجماش الخلود مش للبشر، الموت ده قدر مكتوب علينا كلنا. بس أوتنابشتم عشان يثبت له ان البشر اضعف من ان هم يخلدوا في الدنيا اتحداه تحدي بسيط جدا: لو عايز فعلا الخلود حاول ما تنامش لمده 7 أيام متواصله. جلجماش طبعا فشل وغلبه النوم في اليوم التالي. ورغم كده أوتنابشتم قال له على سر، قال له على نبتة في قاع المحيط، لو النبتة دي قدر يجيبها وياكلها هترجعه شباب تاني. جلجماش طبعا اتعلق في الأمل ده ونزل قاع البحر وجاب النبتة فعلا. وهو راجع بقى في الطريق لمدينته غلبه النوم، وجي أرنب خطف النبتة دي وجري بيها. جلجماش لما صحي من النوم ولقى ان النبتة مش موجودة حس بيأس وإحباط شديد. بعد كل ده النبتة اللي ممكن ترجعه شباب ضاعت منه كده بسهولة. صديقي أيها المشاهد الجميل، في 1939 في فيلم ذا ويزرد اوف اوز بنتابع البطلة دورسي اللي كانت عايزة ترجع بيتها، لكن بتكتشف ان كل اللي كانت بتدور عليه موجود معاها من البداية. كمان في أفلام ذا لورد اوف ذا رينجز فرودو خرج عشان يدمر الخاتم، لكنه في الرحلة دي اكتشف معنى الصداقة والتضحية وقوة الخير في قلبه. وفي فيلم لايف اوف باي في ولد بيحاول ينجو بنفسه بعد ما السفينة غرقت، ولكن بيخوض رحلة روحية عميقة بيكتشف فيها الإيمان والقوة والهوية. حتى في فيلم الأنيميشن للأطفال اللي اسمه أب، كارل الراجل العجوز اللي فقد مراته بيطير البيت بتاعه عشان يحقق حلم مراته المتوفية، لكنه بيكتشف إن الحياة فيها مغامرات تستاهل تتعاش. وهنا بقى الفهم الحقيقي بدأ يظهر لجلجماش. لما رجع لمدينته أورك شاف الأسوار اللي بناها وشاف الناس اللي كان بيحكمهم، وفهم إن الخلود مش إنك تعيش للأبد بجسمك، الخلود في الأثر اللي بتسيبه، في الإنجازات اللي بتعملها، في الصداقات اللي بتكونها، في الحكمة اللي بتوصلها للأجيال اللي بعدك. جلجماش بدأ قصته وهو بيدور على الخلود الجسد، لكن رجع بإدراك عميق لجملة الخلود إنك تسيب أثر، وحكم بعدل في آخر أيامه وبقى بطل شعب. يعني فهم متأخر بس فهم. تخيل إنك تكتب حاجة بعد 4000 سنة الناس لسه بتقراها وبتتعلم منها. ده اللي فعلا بالظبط حصل مع ملحمة جلجماش، وعشان كده هي واحدة من أهم القصص في تاريخ البشرية. الملحمة أثرت على عدد ضخم من الكتاب والفنانين. نجيب محفوظ نفسه استخدم أفكار شبيهة في كتاباته عن الصراع الإنساني. أفلام زي بليد رانرز وذا ماتريكس كلها مبنية على نفس الفكرة، البحث عن معنى الخلود. كده يبقى احنا خلصنا أيها المشاهد
الجميل التحقيق النهارده، يا ريت تكتب لنا في التعليقات عن رايك، انت لو مكان جلجماش كنت هتقول لعشتار ايوه ولا لا؟ ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه عشان يوصل لكم كل ما هو جديد. وسلام ايها المحقق الجميل.